بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. البيجما نورم ده واحد من أهم الكريمات المشهورة في تفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة وتقليل التصبغات والبقع الداكنة. بنستخدمه ازاي؟ بنستخدمه يا إما مرة كل يوم، تمام، وبيتغسل بعدها بنص ساعة، وبنعمل له طبعا اختبار حساسية زي أي كريم. المفروض يتعمل له اختبار حساسية ويدهن برفق، تمام. ايضا لازم ناخد بالنا من بعض الامور المهمة في استخدام البيجما نور. ان احنا ما نتعرضش للشمس اثناء فترة العلاج، لانه بيخلي البشرة لها حساسية اكتر لاشعة الشمس، فممكن يحصل حروق او تصبغات اكتر، بالرغم من ان هو بيعالج التصبغات. ايضا ما ينفعش نستخدمه اثناء فترة الحمل، لان هو يحتوي على احد مشتقات فيتامين الف، ودي ما ينفعش نستخدمها اثناء فترة الحمل حتى لو في صورة كريم. بيعمل جفاف للبشرة، فيفضل ان احنا نستخدم معاه مرطب. دي اللي هي اهم المعلومات اللي لازم نكون عارفينها. برضو من المهم جدا 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 ان احنا ما نستخدمهوش وفي وجود مصدر حراري او شيء مشتعل بجوارنا، لان البيجما نورم من مكوناته، بأحد المكونات يعني بيكون قابل للاشتعال. فطبعا دي لازم يعني ندهن الكريم يكون في مكان بارد ودرجة حرارته معقولة جدا، تمام. ايضا زي ما قلت لحضراتكم ما نتعرضش للشمس. دي اهم الاشياء واهم الامور اللي هي لازم ناخد بالنا من استخدامها للبشرة. طب هل ينفع نستخدمه للمنطقة الحساسة؟ ينفع بس بحذر شديد، تمام، لأنه لو احتك بالأغشية المخاطية بيحصل التهاب شديد. كذلك برضو لازم نخلي بالنا واحنا بندهنه على الوجه انه ما يجيش ناحية الأنف أو ناحية العين، لأن احتكاكه بالأغشية المخاطية بيسبب التهاب شديد جدا. ودي كانت أهم المعلومات عن البيجما نورما باختصار شديد. يا ريت نبدأ بالتدرج في استخدامه، ونعمل له اختبار حساسية الأول بحاجة بسيطة على البشرة، ونشوف هل هيحصل التهاب ولا لا. وبعد كده نبدأ يوم بيوم أو لمدة أسبوعين، وبعد كده نبدأ باستمرار لحد ما نحصل على النتيجة الطيبة. وما تنسوش المرطب، وما تنسوش انكم تستخدموا معاه واقي شمس، لأنه بيخلي البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.